أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتي وقناتكم قناة البساطة والحداقة. كنتمنىكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو بألف خير. فيديو جديد في نهار جديد غنشارك معكم غديوتي المتواضعة. درت فيها هاد باستيشيو ولا الكوزامية بطريقة مبسطة وسهلة وبكمية قليلة ديال الدجاج، كتجي معلكة بواحد التوابل. تبعوا معايا الفيديو باش تشوفوا الطريقة وكذلك المقادير. ورافقت هاد الباستيشيو ولا الكوزامية رافقته بواحد السلطة ديال المكرونية غير بالذرة والجزر، كتجي اروع ما يكون. بقاو معايا ما تمشيو فين باش تشوفوا الطريقة، وما تبخلوش عليا بلايكاتكم. الله يجازيكم بخير. وقبل ما نبداو نصليو على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونبداو على بركة الله. اول حاجه خديت واحد الكميه ديال البطاطا، انا درت غير البطاطا البيضاء، ما درتش البطاطا الصراحه اللي خاصه بالقليان، درت غير هذه حتى غادي ندخلها غير الفرن. عندي تما واحد شويه ديال التوابل ديال الكفته، تقدروا تعوضوها بالتوابل ديال الشاورما اللي عندكم. وعندي واحد شويه الزعتر ولا الزعتره والملح كتبقى على حسب الذوق، والثوم بودر اللي كنت شاركتها معكم قبل، راه تلقاوه في فيديو سابق. وهنا هاد الزيت المنسمه عندي كندير فيها ازيل، فلفله حاره، فيها الثومه، فيها ورقه موسى يعني كتكون منسمه، وفيها الفلفله حاره كي شفتوا. وكنديرها على هاد البطاطا هادي. هاد الزيت ديما كتكون عندي انا كندير فيها ازير كي قلت لكم، يعني كتكون منسمه، زيت منسمه كنديرها هكا حتى البيتزا. غنلبسها مزيان بدوك التوابل وبداك الزيت، وغادي ندخلها للفرن. الفرن تيكون ساخن وغنشعلها من الفوق ومن الاسفل وغنخليها كطيب على درجه حراره متوسطه. هنا راه ما سلقتها لا نص سلقه لا والو حيت كنت زربانه. الا نتوما بغيتو ديروا لها نص سلقه وعاد تكملوا الطياب في الفرن ممكن. هنا عندي واحد الكميه قليله ديال الدجاج قطعتها على شكل مكعبات صغيره، تقدروا تعوضوا حتى بالكفته الا عندكم ديال الدجاج ولا الكفته ديال الكبكري. عندي تما كي قلت لكم العطريه ديال الكفته، شويه ديال الملحه، الخرقوم والسكينجبير والثوم بودر وشويه ديال الابزار. صافي غندير داك الدجاج ندخل ليه ديك اللقامه مزيان. هنا عندي تقريبا واحد 2 بصلات متوسطين صغار، يعني ماشي صغيورين، متوسطين، قطعتهم هكا شلطتهم، درت لهم شويه زيت الزيتون زيت المائده وغنخليهم كيطيحوا في هذه المقله. وتقدروا تضيفوا حتى الفلفله الا كانت متوفره عندكم ضيفوها. بغيتو ما ديروش كاع البصله ولا الفلفله، ديروا غير الدجاج هكا تشحروه في الزيت. كانت عندكم كميه كثيره، انا غير باش نزيد نغني داك الكميه ديال الدجاج درت البصله. صافي غنخلي هاد البصله نشحرها ونخليها كطيح. من بعد ما غطيح لينا تتولي على هاد الشكل هذا، كتحمر ديك الزبيته. عاد كنضيف داك الدجاج. صافي كنخلي هاد الدجاج كيطيب. راه دغيا الكوزاميه دغيا دغيا هاد الباستيشيو دغيا تصاوبوه، يعني ما تياخذش معكم واحد الوقت طويل. صافي غنخلي هاد الدجاج كيطيب، غنشحرو مزيان وغادي نغطي عليه وغنخليه كيطيب. ومره هكا كنقلبوه حتى كيطيب داك الدجاج مزيان وكيتحمر وكيجي فيه واحد المذاق زوين ورائع. هنا راه في نفس الوقت راني دايره لما غادي يطيب ودايره معاه شويه الزعتر شويه د الملحه، وغنضيف شويه الزيت وغندير ديك المكرونيه كطيب، يعني يد هكا ويد هكا. هنا من بعد ما طابلنا هاد الدجاج صافي كيولينا على هاد الشكل هذا. غادي نحيد داك الدجاج وديك البصله غنحطها في واحد الطبسيل، وفي نفس المقلاة غندير واحد المعلقه كبيره ديال الزبده، من طبيعه الحال تكون حيوانيه باش كتعطينا مذاق زوين. وغادي نضيف واحد المعلقه كبيره ديال الدقيق ديال الفورص، تقدروا تعوضوها بالنشا بالنسبه للناس اللي ما باغينش الدقيق الابيض، حتى هو راه يجي به صوص بيشاميل. صافي غنمزج داك الدقيق مع الزبده، ومن بعد غنضيف واحد نصف لتر الحليب والتوابل. غادي نضيف الثوم بودر، وغنضيف عاوتاني العطريه ديال الشاورما اللي ضفنا، وغنضيف واحد شويه ديال الملحه وشويه د الابزار. صافي هنا من بعد ما نضيف الحليب، عندي تما نصف لتر ديال الحليب، وغنخليها كتعقد. صوص البيشاميل راه كلشي كيعرف يديرو، يعني في نفس المقله اللي طيبنا فيها داك الدجاج باش تاخذ داك المذاق ديال داك الدجاج اللي طاب هو البصيله. صافي غنخلي داك صوص البيشاميل بطبيعه الحال ما ترساوش عليه من التحريك. هنا من بعد ما طابت لنا البطاطا في الفرن يكون هذا هو الشكل ديالها. نتوما من الاحسن ديروا البطاطا اللي خاصه بالقليان، تقدروا تقليوها. صافي هنا من بعد ما وجدت لينا صوص بيشاميل غنضيف لها واحد تقريبا شفتوا راه واحد المعلقه كبيره عامره ديال الفرماج الاحمر محكوك،
تقدروا ديروا حتى الموتزاريلا ولا داك الفرماج ديال الساندويتش داك المربع، ولا كان عندكم حتى المثلات ولا داك المربع ديال الدهن تقدروا حتى هو ديروه، يعني باش كيغني لنا هاد الصوص بيشاميل كتجي بنينه وكتجي معلكه. انا هنا راه ضفت داك الفرماج الاحمر وزدت شويه د الموتزاريلا. صافي هنا غادي ندريسيو هاد الكوزاميه ولا الباستيشيو باش غندخلوه للفرن. انا خديت هاد القصريه هادي، نتوما فاش ما بغيتو ديروه. انا خديت هاد القصريه عندي متوسطه د الحجم هكا ديالها، درت الصوص لتحت، صوص بيشاميل في الاسفل، ومن بعد غادي نضيف داك الفريت وغادي نضيف داك الدجاج اللي طيبنا. الطريقه ديالها ساهله، والبطاطا راه كتجي زوينه، كتجي هكا محمره بداك الزيت المنسم. راه غير قلت لكم هاد البطاطا هادي ماشي خاصه بالقليان. صافي من بعد ما درت داك البطاطا ضفت عليها داك الدجاج والبصله، يعني غتمشيو بحال هكا، يعني راه ساهله كي قلت لكم، دغيا كتوجد معكم، كتجي معلكه وكتجي بنينه. هنا ضفت شويه د الموتزاريلا مع شويه د الفرماج الاحمر، خلطتهم بجوج محكوكين هكا في الحكاكه الغليظه. غندير عاوتاني شويه ديال البطاطا من الفوق، وغندير صوص بيشاميل. هاد الطريقه باينه وواضحه في الفيديو، واللي وصل معايا حتى لهنا ولا اللي وصلت معايا حتى لهنا ما تنسانيش من واحد اللايك فضلا وليس امرا، ولا عجبك اختي الفيديو واحد بارطاج الاصدقاء والاهل والاحباب باش كتعم الفائده والفيديو كياخذ حقه في المشاهده. وشكرا لكم وشكرا للتتبع ديالكم، وشكرا الناس اللي كتفرج فيهم ما كديرش اللايكات. الله يجازيكم بخير. ما تنساوهمش ليا، انا عارفكم غير كتنساوهم، غير باش الفيديو ياخذ حقه. راه حنا كنضربوا تماره في التصوير في المونتاج وشحال من حاجه وكاين اللي كيتفرج وكيستافد وما كيديرش حتى ديك اللايك. ما فيها باس، ديروا ديك اللايك باش الفيديو ياخذ حقه وتقترح على ناس اخرين. الله يجازيكم بخير ورحمه لوالديكم. كي شفتوا راني درت داك صوص بيشاميل فوق داك الدجاج والبطاطا، عاوتاني درت الفرماج هذا هنا درتو غنديرو لولدي كيديه هكا في اللاجبوك في الغدا ديالو. يعني كنديرو نضربوا عصفورين بحجر واحد كي كنقول لكم دائما. صافي هنا من بعد ما درت الفرماج درت صوص بيشاميل، درت الفرماج من الفوق. انا غادي ندخلها للفرن. الفرن كيكون ساخن بطبيعه الحال، كنت عاد طيبت فيه البطاطا وغادي ندخلها غير كيذوب لنا داك الفرماج. راه كلشي طايب وتيتكراميليزا هكا كيعطي داك اللون ديال كيتحمر. صافي كنخرجوه كتكون واجده بالصحه والراحه. وكنشكر كاع الناس الجداد اللي انضموا للقناه. مرحبا بكم، نورتوا القناه. والناس اللي معي من الاول القناه راها بكم غاده. شكرا لكم وشكرا للتتبع ديالكم. صافي هنا من بعد ما دخلتهم الفران غندوز للشلاضه. هنا عندي الكبال دابا راه متوفر، كاين موجود في السوق، شريته هكايا وغير سلقته، ما خديتش داك المايس اللي كيتباع. خديت هكا الكبال سلقته في شويه د الماء والملح. هذا الكبال هذا راه تيكون رطب، تيكون زوين وحلو صراحه. كيجي بنين في السلطات هكا، ولا تاكلوه هكا غير بوحدو. كي شفتوه حكيت واحد جوج خيزوات كبارات مع ديك المقارونيه اللي سلقت، صفيتها ضفت لها واحد المعلقه كبيره ديال المايونيز، واحد المعلقه صغيره ديال لاموطارد، شويه د الابزار، شويه د الملح والخل بطبيعه الحال. صافي وغنخلط كلشي وها الشلاضه واجده لينا. هنا من بعد ما خرجت باستيشو تبارك الله كيجي محمر، كيستحق التجربه، كيجي رائع. كذلك هذه هي السلطه ديالنا، كتجي بنينه ومتنوعه بديك الذره وبداك الجزر. جربوها كتستحق التجربه. وهنا غادي ينتهي الفيديو ديالنا، الى فيديو قادم ان شاء الله. خليتكم على خير والى اللقاء.